يعني لاحظنا من خلال المباراة المدرب كان يسعى لتسجيل أكبر عدد من الأهداف. يمكن شفنا بالدقائق الأخيرة لجأ للهجوم بشكل أكبر، لكن منتخبنا أضاع فرص محققة للتسجيل. هل هو يعني تسرع من اللاعبين أم تراخي بسبب التقدم بالنتيجة؟ احنا لاعبنا العراقي يعني ما اعرف، هاي نقطة طبعا سلبية اكيد. نعم. انه من يشوف يتقدم عدد كثير من الاهداف، طبعا حتى عندنا تحصل بالدوري من ناحية الأندية. من ناحية الأندية. هسه احنا تعاملنا بالأندية من يشوف اللاعب انه تقدم باكثر من هدفين يصير اكو تراخي، وطبعا هاي ثقافة اللاعب تبقى، والمدرب شلون تثقيف اللاعب. بس انت تعرف هاي ما يجي بليلة ويوم، يعني أكيد. هذا تنظيم وشغل على وايضا شغل تدرج من مختلف الفئات، وشغل دوري قوي ومدربين اكفاء اكيد ينعكس على اللاعب. اكيد. احنا هذا المنتخب القوي اللي امامك الان نتج من دوري قوي. احنا نعم. الدوري هذا الموسم كان 12 فريق. نعم. 12 نادي. 12 نادي. تعرف انت كل موسم 18 16 اقل شيء يصير 16. هذا الموسم الوحيد اللي هو 12 نادي. فانت الجوده راح تكون جوده عاليه تكون. الجهد يقل ايضا على اللاعبين بالنسبه للامد الطويل. انتهى بوقت مثالي، الدوري بدا بوقت مثالي وانتهى بوقت مثالي. كان اكو خطه عمل يعني مسبقه. هذا كله انتج عن هذا المنتخب القوي اللي اني حسب تصوري يعني وتوقعي انه من افضل المنتخبات اللي مرت على كرة الصالات في العراق. لكن قبل أنوه ونقطة مهمة جدا، ما نبخس حق المدرب السابق أو المدربين السابقين من دكتور أسعد اللي للمرحوم سعد حسين إلى كابتن هيثم بعوي، اللي أتصور أنه لو توفرت لهم هاي الظروف وهاي المناخ للمنتخب والمعسكرات اللي دا يروحوها وهذا الاهتمام من قبل رئيس الاتحاد ولجنة الصالات، أتصور أيضا مدربنا المحلي مو قاصر، ومدربنا المحلي أتصور يعطي بعد أكثر